4 اختيارات وقرار واحد يتحدد مصيرك طول عمرك. انت دلوقتي خلصت تعليمك وجامعتك وبدأت تفكر في مستقبلك هتعمل فيه ايه المرحلة الجاية. 4 اختيارات: هتشتغل في مصر، تشتغل بره، هتفتح بيزنس في مصر، هتسافر تعمل فلوس وبعد كده ترجع تفتح البيزنس بتاعك. قرارات الاختيار بين اي حاجة فيهم اصعب من التانية. الاختيار الاول انك هتشتغل في مصر. لو قررت تبدأ حياتك في مصر، فبصفة عامة غالبية الوظائف اللي انت ممكن تلاقيها من غالبية الكليات الموجودة هتكون مرتباتها قليلة. انت اخدت القرار الاول، واول ما اتخرجت بدأت انك تدور على شغل في مصر. لما بدأت تعمل انترفيوهات لقيت الناس اللي بتقدم للوظائف كتيرة جدا، والوظائف مرتباتها قليلة جدا في اغلب الاحوال الا في الوظائف النادرة والمتخصصة. ولما جيت تقارنها بمعدلات التضخم والاسعار اللي موجودة لقيت ان الموضوع غالبا هيبقى صعب جدا. وفكرت انك انت لو انت هتكون نفسك، ازاي هتكون نفسك بالمرتبات والاسعار اللي انت سمعتها في سوق العمل؟ يعني هتشتغل وهتتعب بس مش هتلاقي العائد الكبير. بس في المقابل انت جنب اهلك واصحابك وخروجاتك وبلد اللي انت متعود عليها والناس اللي انت عارفهم والناس اللي لو تعبت هتلاقيهم والناس اللي لو احتجتهم ممكن تلاقيهم واقفين معاك. كل واحد بيلاقيها في المكان اللي اتربى وعاش فيه. بس لو بصيت الموضوع من الناحية التانية هتبدأ تقارن، هل العائد يقدر ان هو يلبي طموحي؟ هل ابطل افكر في طموحي واقعد جنب اهلي وخليني شخص مع الجماعة اللي انا عايش وسطها؟ هما اختيارين بيحسوك انك انت واقف في مكان مش عارف اختار ده ولا اختار ده، اختار اهلي واختار الناس اللي حواليا ولا اختار مستقبلي وطموحي والفلوس. تعال لواحد تاني اختياره الاول كان هو ان هو يسافر يشتغل بره مصر. المرتب اعلى بكتير، ممكن تكون في فرص شغل اكتر، بيئة عمل منظمة، قوانين بتحميك، متوسط دخل يخليك تعيش معيشة مرتاحة. بس هنا بيفضل السؤال، هل هقدر ابعد عن اهلي؟ السؤال التاني زي اي بني ادم بيفكر ان هو يبقى عنده بيزنس في يوم من الايام، هل هقدر اعمل ده بره؟ هل البلد دي هقدر احس ان انا مواطن زي اي مواطن فيها؟ هاخد حقوقي كاملة؟ هل هقدر اتحمل الضغط النفسي والعصبي في بعدي عن الناس واليوم الروتيني المتكرر، شغل اكل نوم؟ هل هقدر فعلا ان انا اكون نفسي؟ لان برضو على الجانب الاخر اي دولة معدل الدخل فيها اعلى فمعدل المعيشة فيها اغلى. يعني لو افترض ان انا محتاج في مصر $500 عشان اعيش عيشة كويسة في الشهر، فانا محتاج في دولة تانية $2000 عشان اعيش عيشة مرتاحة. طيب واحد تالت اختار الاختيار التالت وهو ان هو هيفتح بيزنس في مصر، وهات جنبه الرابع اللي اختار ان هو هيشتغل فترة بره ويفتح بيزنس اما بره او يرجع ان هو يفتح بيزنس هنا. الاتنين قاعدين مع بعض، تعال نقارن ايه الايجابيات وايه السلبيات. انك تفتح بيزنس في مصر هي ممكن تكون فرصة وتحدي في نفس الوقت. السوق في مصر بيفتح لك مجال انك انت تدخل السوق بدون تنظيم 100%. انت مش محتاج تبقى جاهز بكل حاجة. احيانا غياب النظام بيكون ميزة لرائد الاعمال الجديد، بمعنى انك انت لو عايز تفتح بيزنس في دولة سوق العمل فيها مستقر، فانت محتاج يكون عندك كل حاجة مظبوطة، محتاج راس مال كبير، محتاج موظفين على اعلى مستوى، لانك بتكون داخل منافسة مش منافسة محلية، لا دي منافسة على أعلى مستوى في العالم. في حين إن السوق في مصر ممكن يخليك إنك أنت تبدأ شغلك من البيت، ممكن تكبر واحدة واحدة، المنافسة مش قوية قوي زي بره، العشوائية ممكن تديلك خبرة في التعامل، والسوق ناشئ عندك فرص إنك أنت تكبر فيه. في حين إن السوق في الدول المتقدمة واللي أسواقها مستقرة هو سوق صلب، كل المجالات تقريبا هتلاقي فيها منافسين أقوى من بعض، رؤوس اموال ضخمه في كل مجال ممكن تفكر انك انت تفتحه، بدايه من محل بقاله صغير هتلاقي سلاسل تجاريه ضخمه كبيره لحد الذكاء الاصطناعي هتلاقي شركات عملاقه قفلت المجال. الجانب الاخر هيجي صاحبنا الرابع يقول لك بس السوق هناك منظم ومستقر واقدر ان انا الاقي تمويل لو انا عندي فكره كويسه، بالاضافه لان ارتفاع معدل مستوى المعيشه للناس المقيمين هناك بيساعد البيزنس انه يبيع اسهل، على عكس الاسواق المحليه. في الاسواق الناشئه زي مصر الناس اللي بتشتريه ممكن تفكر كتير عشان تاخد قرار الشراء وبيكون محسوب مليون مرة، في حين إن الأسواق الناضجة أو ذات الدخل المرتفع قرار الشراء بيكون أسهل، فبالتالي لما أدخل السوق ويكون عندي منتج هقدر أبيعه بشكل أسهل. صاحبنا التالت هيقول له لا بس خلي بالك من نقطة، زي ما في سوق هنا كويس زي ما في سوق هنا كويس. رائد الأعمال المصري محمد نجاتي بيقول إنك أنت عشان تعمل 5 مليون جنيه ممكن تبيع 5 مليون قطعة بجنيه، أو إنك تبيع قطعة واحدة ب5 مليون جنيه، فبالتالي عندك عدد السكان اللي يستوعب البيع ده، وعلى الجانب الآخر عندك شرايح مختلفة تقدر تستوعب البيع ده.
بعض الأسواق الناضجة اللي مستوى الدخل فيها مرتفع لو أنت دخلت فيها بمنتج سعره قليل مش هيبيع، في حين إن الأسواق المحلية عندك الفرايتي والاختيارات إنك تستهدف أنهي سوق من اللي موجودين وأنهي عميل من الموجودين. جه الرابع قال لك طيب أنا هدمج الاتنين في بعض وهروح أشتغل 3-4 سنين أكون فيهم نفسي وبعد كده أرجع أفتح بيزنس هنا. خلي بالك إن الفترة اللي أنت بتكون فيها نفسك هي الفترة اللي أنت بتبني فيها تصوراتك ومعتقداتك وخبرتك في السوق. يعني لو انت خدت خبرة السوق الاماراتي وبدأت تشتغل مع العميل اللي بيتعامل في السوق الاماراتي سواء اماراتي او اجنبي بمستوى الدخل اللي انت عايش فيه هناك، صعب جدا انك انت ترجع تتعامل مع العميل المصري بحياته بمشاكله بمستوى الدخل اللي هو عايش فيه هنا. النقطة التانية انك انت لو عشت فترة طويلة في مكان من الصعب جدا انك انت تغيره. يعني بعد الكام سنة اللي انت بتقول عليهم دول لو فكرت ترجع هترجع تقول ايه عندنا هناك كنا بنعمل كذا، عندنا هناك كنا بنعمل كذا، في حين ان ده مش الموجود هنا. هيرجع يقول طيب خلاص انا هقعد الكام سنة دول وافتح بيزنس هناك. هل لو انت فتحت بيزنس هناك هتقدر تدخل المنافسة دي؟ طيب ومين قال ان مفيش منافسة في مصر؟ هقول لك في منافسة في مصر، بس انت تقدر تدخل المجال من مكان صغير لحد ما توصل لمرحلة بعيدة. هتقول لي لا ده انت بتقول اي كلام، في كام الف ولا كام مليون واحد بدأوا بمشاريع وفشلوا وخسروا كل فلوسهم. اقول لك قاعدة 1% ثابتة ما بتتغيرش سواء هنا او في اي مكان في العالم. 1% هو اللي بينجح، 1% أغنياء العالم، 1% المشاريع اللي بتستمر لأطول فترة ممكنة. فبالتالي سواء انك انت عملت بيزنس هنا او عملت بيزنس في بلد تانية، القاعدة ثابتة ما بتتغيرش. فانت لو بتفكر انك انت تفتح بيزنس ما تفكرش ان البلد هي العائق، الا في حالة واحدة، لو كنت في مجال تكنولوجي عالي البلد ما تقدرش ان هي تستوعبه، او في مجال محتاج بحث علمي عالي، ففي بعض الدول اللي بتدي لك مجال وتصرف عليك وتمول البحث العلمي بتاعك، وده مش هتلاقيه هنا. الاختلاف الوحيد لصاحب الأعمال هو عقليته، هو اللي ينجح هنا هينجح في بلد تانية، وعويل بلده عويل بلاد الناس. أكبر مثال على كده شوف كام شركة في مصر في السنين الأخيرة، واعمل الإحصاء ده بنفسك، توسعت ودخلت في السوق العربي والسوق الأجنبي والسوق الأوروبي. ورجل الأعمال نجيب ساويرس بيقول من الصعوبات اللي قابلناها في مصر بقينا بنتعامل مع الأسواق التانية بكل سهولة، بقى عندنا خبرة. في مصر تقدر إنك أنت تفتح مشروع بدون رأس مال يذكر أو برأس مال قليل، في الأسواق التانية ما ينفعش تدخل وانت ضعيف. طيب انت دلوقتي حيرتني اقعد هنا ولا اسافر؟ من وجهة نظري لو انت هتفضل في وظيفة فترة طويلة اكيد الاختيار الانسب انك انت تشتغل بره، الا لو حياتك الاجتماعية واهلك واصحابك والتجمعات اللي حواليك هتمثل فرق كبير في حياتك، فبالتالي الاختيار هيكون موازنة بالنسبة له، هتقعد ولا هتسافر. اما لو بتفكر انك انت تفتح بيزنس فخليني أكد لك إنك تفتح بيزنس في مصر أحسن بكتير، هيديك مجال إنك تتعلم، هتاخد خبرة مناسبة، وهتقدر إنك أنت تنمو حتى لو ما معكش رأس مال كافي. ولو معاك رأس مال كافي في مصر فده بيديلك أدفانتج كبيرة جدا إنك أنت تروح لحتة أبعد. هو صحيح مش بيديك ضمان، وبرضه هرجع أكد لك قاعدة 1% ثابتة، ولكن لو أنت شخص غاوي معفرة وطموح وعندك الرغبة القوية إنك أنت في يوم من الأيام تبقى صاحب بيزنس شركة كبيرة، الأسواق الناشئة بصفة عامة بتديك الفرصة إنك تبدأ من تحت وتطلع لفوق، على عكس لو فكرت إنك أنت تبدأ من فوق غالبا هتنزل لتحت. ودايما لكل قاعدة شواذ، لا اللي بقوله لك ده هو الصح المطلق ولا الرأي الآخر هو الصح المطلق. في النهاية أنت بتعمل توازنات لنفسك، أنت أدرى بالصح بتاعك إيه، أنت أدرى باللي تقدر تصبر عليه. اوعى تفكر انك يكون عندك بيزنس ده بالامر السهل، او حاجه هتخليك بكل سهوله غني، او حاجه هتقدر تتخلص بيها من قيود الوظيفه. بالعكس، انك تفتح بيزنس دي مسؤوليه كبيره جدا وصعوبات بتواجهها اكتر من انك انت تكون موظف بكتير جدا. وانت موظف عارف ان كل شهر هيجيلك مرتبه، وانت صاحب بيزنس مش ضامن يجيلك مرتبك ولا ضامن يجيلك اي فلوس، وبالعكس ممكن تدفع من جيبك. بس برضه وانت موظف انت متأكد انك غالبا هتفضل موظف، عمرك ما هتتمتع بالحرية المالية الا لو وصلت لل1% برضه من الموظفين. على الجانب الاخر لما يكون عندك البيزنس الخاص بيك فانت عندك المساحة اكبر بكتير انك انت في يوم من الايام يبقى عندك حرية مالية وتبقى ناجح كرائد اعمال. في النهاية القرار قرارك انت، استقرار، فلوس، طموح، حرية، انت اللي هتقرر ده بناء على حالتك، كل حالة بتكون منفصلة عن التانية. ولو انت في الاختيار ده او مريت بيه قبل كده، من وجهة نظرك ايه الاختيار الصائب فيهم؟ ولو عندك تجربة سابقة شاركها معانا وقول لنا انت عملت ايه واخترت ازاي والنتيجة وصلتك لايه.
ولو كان الزمن رجع بيك كنت هتختار إيه؟ الحياة دايما بتدي اختيارات كلها صعبة، وكل اختيار له التضحيات. عشان تاخد اختيار هتضحي باختيار تاني.